حنا كل عام غنبقاو نهضروا على المقررات ديال المثليه وديال. شوف الصوره ديال الدرس ديالي اللي غيقراو وليدات هذا العام، شوف التصويره كي دايره وشوف الدرس كيقول لك. اسمع المقررات اللي غيقراو ولادك في الرباط والدار البيضاء والبسكوره وغيرهم من المناطق. اسمع الصلاه اخيب حاجه تقدر دير في حياتك هي تمشي تصلي لربك. ممنوع الصلاه غتصلي الا بغيتي تهدد شي واحد بالقتل ولا تقول ليه شوف هي تهدى يمشي نصلي. الحشيش ما كيأثرش على العقل والنهضره خاويه، وغادي تمشيو وغادي تعرفوا بان الاستاذ يقرر لكم درس بان فيه الحشيش هضره خاويه لانه الا كان تيأثر على العقل راه ما تيأثرش على العقل. وهذه الفضيحه الكبيره في مقرر غيقرا ولاد ابتدائي السنه الثانيه ابتدائي بان الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم غير عادي في توزيع الرزق ديالو. اش غيقراو وليداتنا هذا العام؟ وليداتي زواج رجل برجل امر عادي، كذلك زواج المراه بالمراه امر عادي جدا. اما ذاك القيم الدينيه والاخلاقيه اللي كيقروا لكم والديكم وجدودكم في الدار ديال ما يمكن المراه الا تكون للرجل وما يمكن الرجل الا يكون المراه، راه خاويه وليداتي وما كتقولهاش الطبيعه. وانا الدور ديالي هنا كاستاذ، الدور ديالكم كتلاميذ، الا كاينه شي بنيته مع شي بنيته كيبغيو بعضياتهم في هذا القسم نوقفوا جنب هذه العلاقه ونطوروها. كذلك اولاد الا كاين شي وليد كيبغي شي وليد الدور ديالنا نساندوهم ونقويوهم ونشوفوا هذه العلاقه فين غادي توصل. راه ما يمكنش وليداتي واحد المراه ما كتبغيش واحد الراجل نجوجوهم بزاف، ولا شي راجل ما كيبغيش شي مراه نجوجوهم بزاف. وصلنا لزمن التحرر ونديروا داكشي اللي بغينا، وهادشي كامل في مقرر ما كيسواش الا 10 ديال الدراهم. الراب باخا ولا غلا على مسكين ما غيشجعكش غير المثليه فقط. غتقول لي بلاتي اخي اسرى هذا فين كيتباع؟ واش في المكاتب؟ حتى في لي كرون سيرفاس في المراكز التجاريه الكبرى غتقول لي بلاتي وليتي كتعطى اسرى. هادشي راه هضرنا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وحاربنا وهضروا عليه قنوات دوليه وتم السحب ديالهم من الاسواق. برافو السيد درتي مجهود جبار. ولكن واش نبقى ندير لك بان هذا المقرر هذا اللي هضرت لك عليه في الاول الفيديو ما الا كيساوي 1% من داكشي اللي غادي تسمع في الفيديو. البحث اللي درت هاد اليومين هذا بحث في يومين وقفت في مقرر واحد ولا جوج المقررات وقفت العناوين ديال الدروس اللي غنعطيكم بالدليل في المقرر اللي غيقراو ولادك. شكون هما هاد ولادك؟ عندك صحابك من البار ولا غيكون راشد وكيفان بالثاني السنه الثانيه ابتدائي صفحه بيضاء ما عارف ما يدير غيجي عندك وداخل الدار هو كامل مكتوب عارف التحرر وعارف شنو كاين. انا نعطيك غير العناوين نعطيك الدليل بالصور قبل ما تشوف واحد الفيديو اللي هضرت عليه قناه عالميه على هذا الموضوع اللي فيه دخول الدراسه. حنا كل عام غنبقاو نهضروا على المقررات ديال المثليه وديال العناوين ديال الدروس اللي يقراو ولادك هذا العام. ان شاء الله كلمه كاذبه واي واحد تيطلق بكلمه ان شاء الله ما تثيقش فيه. الصلاه اخيب حاجه تقدر دير في حياتك هي تمشي تصلي لربك. ممنوع الصلاه غتصلي الا بغيتي تهدد شي واحد بالقتل ولا تقول ليه شوف هي تهدى يمشي نصلي. الحشيش ما كيأثرش على العقل والنهضره خاويه، وغادي تمشيو وغادي تعرفوا بان الاستاذ يقرر لكم درس بان فيه الحشيش هضره خاويه لانه الا كان تيأثر على العقل راه ما تيأثرش على العقل. توزيع الرزق وهذه الفضيحه الكبيره في مقرر غيقرا ولاد ابتدائي السنه الثانيه ابتدائي بان الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم غير عادي في توزيع الرزق ديالو. سيد الوزير فينا هو من هادشي اللي غيقرا ولادنا هذا العام؟ الله اعلم. سير شوف هذا الفيديو اللي درت عليه قناه الدوليه واجي نعطيك المقررات بالصور شنو كيقولوا هذا العام. لكن بعض هذه الكتب المصورة والأجنبية منها على وجه الخصوص باتت في دائرة الشك اليوم في المغرب، والسبب اتهامها بالترويج لأفكار لا تتماشى مع عادات وقيم المجتمع المغربي. فقبل يومين تقريبا أثار كتاب مدرسي فرنسي موجود في المكتبات المغربية غضبا في صفوف أولياء الأمور بدعوى أنه يتضمن مشاهد عن المثلية الجنسية. وهذه صورة من الكتاب الذي تدخلت السلطات لسحبه استجابة لمطالب المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي. الا جاو وليداتكم من المدرسه وقلتوا لهم اجيو تصليو حدانا وقالوا لكم نو بابا الصلاه للبؤساء فقط بلاتي عندنا اش غنديروا بشي صلاه هضروا حيت ذاك الولد البنت الثاني راه دخلوا ليه درس سميتو الصلاه والمعاد. اسمع المقرر اللي غيقراو ولادك في الرباط والدار البيضاء والبسكوره وغيرهم من المناطق. اسمع هذه راه من الاستاذه مولاها مغربي وتيقراو فيها المغاربه. اسمع اش غيقراو. اسمع سميت الماعز والصلاه البطل ديال القصه سميتو نصر الدين ها هو بالفرنسي. هو صوره من المقرر اللي غيقراو ولادنا هذا العام. انا غنعطيه لك بالدارجه باش ما نعذبكش تمشي تترجم. لا بغيتي ترجم سكرينو بغيتي ترجم في هذيك اللي حطيت لك بالفرنسيه. هي بالدارجه محطوطه في الصوره. هاد نصر الدين شرا 7 ديال المعزات كل معزه بثمن مزيان ومشى يصلي خرج لقى واحد المعزه ماتت. النهار الثاني لقى المعزه الثانيه ماتت. النهار الثالث كذلك. النهار الرابع النهار الخامس النهار السادس ماتوا ليه 6. قرر ما يبقاش يدخل يصلي. ملي نهار قرر ما يدخلش يصلي ديك المعزه كبرات ولات كتلعب ولات كتاكل وتطور الوجود ديالها بسبب انه ما دخلش يصلي. واحد النهار حس الشلاضه ديالو ويجي تاكل. اش غيقول لها؟ يقول لها شوفي
المره الجايه تعاودي تاكلي لي من الشلاضه ديالي غادي ندخل نصلي. شي باش ربطوا لهم الصلاه معاها ها هو ضرب كيهدد المعزله مشى الا دارت حاجه خايبه غيمشي يصلي، وان الصلاه هي السبب اللي قتلت ليه الماعز ديالو. شوف الصوره ديال الدرس الثاني اللي غيقراو وليدات الثلاث العام، شوف التصويره كي دايره وشوف الدرس كيقول لك ان الحشيش ما كيأثرش على العقل. هذا السيد هذا ملي كان نصر الدين هذاك اللي هضرنا عليه في الاول كان باقي صغير الاستاذ ديالو قال لي شوف الحشيش راه التاثير ديالو بحال الكحول، يعني ما بقاش تستهلكوا الحشيش. ملي كبر استهلكوا نصر الدين ما سمع هضره الاستاذ ويدخل الدوش كما الحشيش ودخل الدوش ويخرج هكذاك عادي مشى عند الاستاذ ديالو باش يقول لي انت راه غلطه الاستاذ انا ركبت الحشيش وما طرا ليا والو. غيقول ليه الاستاذ لا مالك جاي عندي بعدا بحال هكا بداك لباس ادم، لباس ادم يعني لابس عريان جاي عندي. قال لي جيت نقول لك بانك انت خاطئ وانك اخطاتي وقلتي لنا ان لك من الحشيش غيأثر فينا. انا هو جيت عندك من الحمام ما اثر فيا والو، الحشيش ليس له اي تاثير على الاطلاق نقطه. يعني ما غاديش تكون الاستاذ يوضح لي اكثر ثلاثه يعني الحشيش ما عندوش اي تاثير اخر. اسمع الدرس الثالث الفضيحه الاخرى ديال الرزق ديال الله سبحانه وتعالى عبد ان ربي غير استغفر الله العظيم ربي ماشي عادل في توزيع الرزق ديالو. هو درس اخر في المقرر غيقراه ولادك بان ربي غير عادل في توزيع الرزق ديالو. انا غنترجمو لك بالدارجه بغيتي ترجمو بالفرنسيه انت كذلك ترجمو. هذا الدرس هذا سميتو المشاركه حسب القانون الالهي. كيقول لك بان واحد 13 الراجل كانوا فتين خدامين في واحد الحقل وما يلقاو واحد وعاء عامر بالفلوس النقديه الذهبيه وما يبداو يتدابزوا شكون غياخذ قشر شكون غياخذ شويه شكون وما يتلاقاو مع هذا نصر الدين. قالوا لي شوف بغيناك توصل بيناتنا راه لقينا هذا الوعاء ويجاوبوا كل صوره ولكن بشرط واش تبغي نقسم لكم بالقانون البشري ولا بالقانون الالهي بالقدره الالهيه. قالوا لي بيان سور طبعا غتقسم لينا واش غيوصلوا للطفل ديالك. قالوا لي طبعا غادي تقسم لينا بالقانون الالهي يعني الله سبحانه وتعالى ما غيضيعناش. ويقول ليه وياخذ نصر الدين واحد 75 قطعه ديالو بوحدو بدا كيفرق عليهم عشوائيا هما ولا واحد يعطيه 15 واحد خيدو ويقول لي باش تشري ماشي واش صافي سنه المشاركه راه ماشي هكذا قلنا. ويقول ليه دور نصر الدين قال لي دور حولك غادي تعرف بانه اسمع نقول لك وسترى ان الله يشترك بنفس الطريقه يعني الله توزيع الرزق ديالو بهذه الطريقه يعني انا كيصرف عليه يعطي لهذا وياخذ لهذا ويعطي لهذا يعني ربي راه ماشي عادي في توزيع الرزق ديالو. هذا درس كذلك غيقراه ولادك ووليداتك. اسمع عاوتاني الدرس الثالث اللي غيقراه وليداتك هذا العام هذا الدرس الاخير اللي غنختم به اللي غيقراه وليداتنا هذا العام هذا وغيعرفوا بان ان شاء الله باذن الله ما عندهاش ارتباط بالمصداقيه وان كلمه تبيع الناس اللي كيقولوا ان شاء الله ولا باذن الله ما تثقش فيهم. شوف الدرس اللي غيقراو ها هو بالفرنسيه السكرين ديالو انا غنشرحو لك عاوتاني بالعربيه باش ما نعلمكش. هذا نصر الدين هذا سرا واحد الثوب من السوق مشى عند خياط باش يخيطوا ليه. قال لي شوف خصك تلقى واجد هذا القميص هذيك من واجد هنا. قال لي الخياط الاسبوع القادم باذن الله غتلقاه واجد. ويقول لي ان شاء الله مشى عاوتاني نصر الدين رجع عنده الاسبوع اللي من موراه اللي وعد به قال لي باذن الله غيكون واجد لقى باقي ما قاصوش اصلا. قال لي كان عندي بزاف ما يتقدر وما قدرتش نقيس ولكن باذن الله الاسبوع الجاي ان شاء الله تلقاه واجد. الاسبوع اللي من موراه عاوتاني جا عنده لقى عاوتاني باقي بحال ما قاصوش ومشات هكذاك وعرفوا عندك هاد التلاميذ كاع الناس اللي كيقولوا ان شاء الله وباذن الله ما تاخوش فيهم. السيد الوزير ما عرفتش شو سميت وزير التعليم العالي سي شكيب بن موسى. الميثاق ديال الاخلاقيات ديال اللي عندك راه باين ها هو راه واضح الصوره راه مثابه الوثيقه السوريه راه المؤسسات هذه اللي هما بالضرب انا عندي الناس الخافين اللي كيعتبروا راسهم ميسيون كيعتبروا راسهم راه شنو راه ماشي فرنسيين هادو ديال البيتا هذا المدرسه بعدا اللي كتقرا راه ماشي المدرسه ديال الفرنسيه راه واخد واحد اللي ديكا باش يعطي ديك الدبلوم ديال البكالوريا بمثابه مثلا المعادله ديال الدبلوم ديال البكالوريا الفرنسيه. يعني راه عندكم القدره ديال انكم توقفوا ضد هذا الشيء. راه الاهداف الاولى من الميثاق ديال التعليم راه هو الحفاظ على الموروث الديني والثقافي ديالنا الشريف. وشوفوا الاطفال ديالكم كي غيكبروا شوفوا شنو غيخرج منهم وبلا تاوا بوفرير.